اهلا بيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم الكوره مع ميجا ومباراه الزمالك وبيراميدز وغرامه سيف الدين الجزيري. نبتدي بغرامه سيف الدين الجزيري المقدره ب 838,000 يعني مليون الا حاجه بسيطه كده، ومعروفه للجميع منذ شهور، ولكن الزمالك ما دفعش الغرامه لحد ما جه خطاب للزمالك النهارده بايقاف القيد 3 فترات او لحين دفع الغرامه. الغرامه نادي الزمالك كان المفروض يدفعها في اي وقت، لكن نادي الزمالك دايما بيحب يحط نفسه في مشاكل وبيسيب الحاجات للحظه الاخيره، يعني للظروف والصدفه، لحد ما جه زي ما قلنا النهارده كده. طبعا اغلب جماهير المرتضويه او اللي بتشجع مرتضى منصور الكلام ده يعني بيمشي معاهم وبياكل معاهم، وان دايما في عصابات وفي مشاكل، واشمعنى الجواب ظهر دلوقتي. لكن المشكله مش ان الجواب ظهر دلوقتي، المشكله ان معروف ان في غرامه هتندفع من زمان وكل الناس عارفين، لكن الزمالك ما دفعهاش وسابها للحظه الاخيره. طبعا الغرامه مش هتدفع غير لما مرتضى منصور يطلع من السجن عشان ياخد اللقطه ويبقى هو البطل ويمسك الحديده، وانا اللي شلت ايقاف القيد وانا اللي دفعت الغرامه، ودي هديتي لجماهير نادي الزمالك. ده المعتاد وده المتعارف عليه من مرتضى منصور. الجزء الثاني والاهم اللي هي المباراه اللي كانت النهارده بين الزمالك وبيراميدز، واللي كان قبليها مباراه برضه فيوتشر والاسماعيلي. طبعا احنا عارفين ان بيراميدز وفيوتشر كانوا في المركز الثاني، الاثنين بينافسوا على المركز الثاني، وكانت فرصه كبيره ليهم بعد تعادل النادي الاهلي مع الداخليه من 3 ايام 1-1. كانت فرصه ليهم كبيره جدا، ومعاهم نادي الزمالك ان متصدر الدوري يقع، والثلاث فرق عندهم امال كبيره انهم يقربوا فرق النقاط بينهم وبين النادي الاهلي او حتى يسبقوه في النقاط. ولكن الجوله عدت يا مولاي كما خلقتني، مفيش ولا فرقه من الثلاثه كسبوا. لا فيوتشر قدر يكسب الاسماعيلي، ولا الزمالك قدر يكسب بيراميدز، ولا بيراميدز قدر يكسب الزمالك، وظل الموقف على ما هو عليه. ماتش الزمالك وبيراميدز النهارده لو قعد 3 ساعات كمان ما كانش هيجي فيه جوان. مش هتكلم كتير عن نادي بيراميدز لان ملوش جمهور، واحنا مش محتاجينه في اي حاجه، احنا محتاجين نادي الزمالك اللي هو القطب الثاني للكره المصريه. نادي الزمالك النهارده مفيش كلام يتقال. نادي الزمالك النهارده اداء ولا اسوأ، ما عندناش عارفين نغير التشكيل، مش نافع ننزل لعيبه جديده، مش نافع نجيب تشكيل من القديم، مش نافع. بس كانت اللقطه الابرز النهارده خلال اللقاء وهي صوره كابتن ايمن طاهر مع كابتن اسامه النبيه وهم قاعدين بيضحكوا في الدقيقه 85 من المباراه والنتيجه 0-0، وفريقهم في امس الحاجه لفوز، حتى لو فوز معنوي يفرح بيه الجماهير ويطمنهم على ان الفتره الجايه ان شاء الله تشهد انتصارات لنادي الزمالك. ولكن للاسف قاعدين ولا حياه لمن تنادي، وفيريرا يعني بص التكشير على وشه وتحس انه هينفجر من اللي بيحصل منهم ومن اللي بيحصل في الملعب. اداء ولا اسوء لنادي الزمالك، زي ما قلنا اللعيبه القديمه نافعه واللعيبه الجديده نافعه، لان اصلا فيريرا نفسه مشتت، ما هوش عارف يرضي نفسه وينزل بالتشكيل اللي هو شايفه الانسب والخطه الانسب، حتى لو خسر اللقاء هيقدر يكسب بعد كده، ولا ينزل بالتشكيل اللي مجلس الاداره عاوزه بقياده مرتضى منصور. وده نتيجه ان المركب ليها رئيسين او في رايين، راي المجلس الاداره وراي فيريرا. بنشوف اداء نادي الزمالك من سيء لاسوء كل مباراه. مفيش حاجه تتقال على المباراه اكتر من قالش اللي قلناه ده يعني، لكن المباراه الاهم هي والمصيريه بكره للنادي الاهلي، هتكون مع القطن الكاميروني ان شاء الله على استاد القاهره او السلام الساعه 6 بتوقيت مصر. اشوفكم حلقه جديده ان شاء الله. الكوره مع ميجا.